بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الفراخ البيضة بتاعتنا بإذن الله. في حلقة النهاردة هتكلم معاكم ان شاء الله ازاي هنبدأ ان احنا هنغير العلف بالنسبة للفراخ البيضة، وليه غيرنا العلف في الوقت ده، وكمان هقول لكم ايه اللي حصل وبدأت اتصرف ازاي عندي الفراخ البيضة بإذن الله. النهارده العمر الكام؟ النهارده العمر ال17 في عمر فراخنا، اول يوم ليهم في ال17 يوم. بس قبل ما نخش على تفاصيل الفيديو، لو انتي اول مرة بتشوف القناة عندي اتمنى طبعا تشتركوا، واتمنى كمان تدعمونا باللايك. طبعا هنا بقى كانت الدنيا بتشتي طول الليل، بتشتي اهوت زي ما انتوا شايفين كده، والمطره كده نازله اهي. تمام. طيب انا بقى لما طلعت عندي فراخي، ايه الوضع اللي انا شفته عند الفراخ؟ الصراحه الوضع ما عجبنيش خالص. هبدا دلوقتي هوريكم ايه اللي حصل عند الفراخ وبدات اتصرف ازاي، وهقول لكم انا هعمل ايه على طول، عشان انتي برضو لما تتحطي في موقف زي ده لازم على طول تشتغلي كده. طيب انا هبدا اعمل ايه؟ هبدا اغطي عليهم. بصوا انا جبت كده اهوت زي بطانيه قديمه عندي، وبدات كده ان انا احطها من فوق العشه من فوق، عايزه اكن المكان على قد ما اقدر. وطبعا في الايام اللي جايه هبدا كده هغطي الجزء ده اللي من العشه من فوق باي حاجه بقى عندك زي ما انتم شايفين كده. طبعا ده اهم شيء. وطبعا برضو جزء المشمع هبدا برضو هفرد حاجه كده من بره المشمع اهوت، برضو اي حاجه عندك تبداي ان انت تفرشيها كده. طيب دي اول حاجه انا عملتها، بدات ان انا ادفي المكان شويه. انا لما دخلت عندهم ما كانوش عاجبني، كانوا واخدين ركن كده وقاعدين جنب ركن، وكمان الاكل كان خلصان من عندهم. فهبدا دلوقتي على طول هبدا كده ان انا اظبط الدنيا عندهم. شايفين بقى؟ بقول لكم كده انا اول ما دخلت كده عندهم هبدا كده ان انا بقى افتح عليهم كده. تمام. ده كده الجزء ده انا سادة بيه برضو العشه عندي، عشان انتي برضو لو عندك عشه كبيره لازم تعملي لها تصغري المكان كده الاول، وبعد كده تبداي تفردي المكان واحده واحده. طبعا اول حاجه زي ما دايما ما بقول لكم، بشوف الفرشه، لقيت الفرشه عندهم كويسه ومش مبلوله، بدات على طول ان انا هعمل معاكم الخلطه دي. برضو عايزه اكد عليكي على حاجه، لو انتي عندك برضو بوتاجاز، عندك برضو اي حاجه بتشتغل، لازم تحطيها في المكان شويه، وده اللي انا هعمله. هبدا دلوقتي هنزل هجيب البوتاجاز اللي عندي وهشغله بس في المكان شويه لان المكان برد. المهم ان انا عايزاكي على طول ترجعي تاني تدفي المكان عند الفراخ، فلازم يكون عندك اي وسيله تدفئه. بدات كده اقفل كمان زي ما بوريكم كده اهوت. لما اجي انزل هعمل التقفيله دي. تمام. لازم ان انا اكون مظبطه كل حاجه عند الفراخ. حاجه كمان، لازم يكون عندي لمبتين في المكان، واحدة 100 وواحدة 200. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا في يوم زي ده كده بالليل ابدأ اشغل ال200 علشان ادفي المكان عند الفراخ، ولما اقوم من الصبح مثلا وحسيت ان الجو تمام ممكن اطفيها خالص واشغل ال100. يعني بصوا لازم نكون درجة الحرارة والرطوبة ما تكونش عالية في المكان، خاصة الرطوبة. فانتي خدي بالك من الرطوبة ومن درجة الحرارة، لازم تكون متظبطة. هبدأ هعمل ايه بقى النهاردة؟ زي ما قلت لكم هغير الاكل. حطيت شويه بادي على شويه نامي مع تغيير العلف، لازم تبداي تحطي شويه بادي مع شويه نامي كده. وحطيت تاني ربع معلقه جنزبيل، 2 جرام جنزبيل. وحطيت حبة البركة كمان معلقة صغيرة 5 جرام. وكمان حطيت كزبرة وحطيت كمون تاني، حبيت ارفع المناعة. وكمان ما تنسوش يا حبايبي تحطوا الكركم كمان على على الخلطه دي. يبقى انا حطيت حطيت معلقه كركم، معلقه حبه البركه، 2 جرام جنزبيل يعني ربع معلقه صغيره. تمام. وحطيت برضو معلقه كزبره ومعلقه كمون كده ليهم. كل الاعشاب دي حلوه جدا، رافع مناعه ممتاز معاكي، حلو جدا للاسهالات. زي ما انتوا شايفين برضو الوضع ده. المفروض ان انا ابدا ان شاء الله هكبر العلافه من بكره. يعني هشيل العلافة دي وهبدأ أحط العلافة الكبيرة اللي عندي. أنا مش عايزة فرخ يبقى واقف، أنا عايزاهم كلهم كده إن العلافة لما يبقوا واقفين كلهم بيعرفوا ياكلوا، وده علشان خاطر إن هم جعانين. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده. برضو المفروض إن انتي ما تجوعوهمش قوي، يعني ما تجوعيش قوي. بس أنا لما طلعت من عندهم زي ما قلت لكم كان العلف عندي خلصان، فبدأت كده خليت شوية بادي علشان أقلبه على شوية نامي. المفروض ان انتي تعملي الحركة دي يومين ورا بعض، شوية بادي على شوية نامي، خلي البادي اكتر من النامي.
علشان الفرخ ما يستغربش الاكل وياكل معاكي، وتكوني مجوعاه شويه بسيطه علشان يبدا ايه اول ما تحطي الاكل زي ما انا حطيت كده ما يستغربش ويبدا ياكل معاكي. طبعا احنا لما بنحطه الدرجه التانية بتبدا بقى بتغير معاكي شكل الكتكوت، بتبدا بقى تديله كده ايه الدرجه الاولى بيبقى فيها نسبه بروتين عاليه، فالفرخ بيبقى محتاجها علشان برضو محدش يقول لي طب اكمل بالبادي. لا طبعا لكل مرحله ليها علف معين، معاكي من يوم لحد 20 يوم او 18 يوم بتبداي تدي 23% اللي هو البروتين اللي الطائر محتاجه علشان يكون جسمه. بعد ال 18 يوم خلاص بدأ بقى يكون جسمه، فبيبقى محتاج بقى معاكي طاقة، تبدأي تديله الطاقة اللي هو في العلف ايه تركيز 21%. بنبدأ نديه. الناس اللي بتقول بقى أبدأ أدخل ال19 بعد الشهر اللي هو الناهي، أنا ما بدخلش الناهي، أنا بكمل بالنامي والوضع تمام. وفي ناس كتيرة بتشتغل بالناهي، وفي ناس زي كده بتكمل بالنامي. ليه بقى؟ أنا جايبة عدد بسيط، وكمان انا من تجربتي في النامي مفيش مشكله خالص، يعني بقالي سنين بخلص دورتي على النامي وما بتقابلنيش اي مشكله، والفرخ بيبقى زي العسل. لو حابه انت بقى اخر مثلا اسبوع او اخر 8 ايام تدخلي بقى شويه شيشه على حته فول، على شويه عيش بسيطه، تبداي تعملي لهم تقليبه حلوه كده تمام مفيش مشكله. فانت تشوفي ايه اللي يريحك وابداي اشتغلي بيه. بس انا ما بدخلش لدرجه الايه الناهي ده خالص عندي الفراخ. عندي هما درجتين اللي انا بدخلهم، البادي والنامي. ان شاء الله بكره برضو لازم نعمل نفس الكلام، هنحط شويه بادي على شويه نامي علشان خاطر الفرخ برضو ياكل معانا كده على طول ويبقى زي الفل. هنا بقى كنت بقول لكم لازم هنحط على الميه خل، بدات كده ان انا احط على الميه ايه خلي زي ما انتوا شايفين مضاد السموم. ولو عندك مضاد سموم حطي مضاد سموم، بس انا الصراحه مش حاطه مضاد سموم، انا هشتغل معاهم بالخل عادي خالص. لما بتيجي بقى تحطي الدرجه التانية بعديها بيوم بيومين بتلاقي فرق في الفرخ بدأ يتغير معاكي في شكله. ففعلا فعلا الدرجه التانية دي انا بحبها لان بتغير معايا شكل الفرخ وبتغير معاكي معدل النمو على طول، فبيبدأ يتغير معاكي. بسم الله ما شاء الله الوضع عندي تمام اهو. بس هرجع اكد عليكي الشتاء والجو اللي احنا فيه ده محتاج تدفئة جامدة، لازم يكون عندك لمبتين في المكان. الجو برد اشغل منهم مثلا اللمبة 200، وممكن اشغل 300 برضو، ده على حسب الجو عندي ايه. لان كان جالي سؤال هو احنا ينفع نظبط درجة الحرارة بعيننا؟ اه طبعا ينفع، انا بعتمد في درجات الحرارة بعينيا. بصوا بقى هنا كده مضاد سموم كنت جايباه معاكم وكنت وريتهولكم عشان الناس برضو اللي حابة تجيب مضاد سموم بيولوجي مفيش مشكلة خالص، بس انا حبيت احط الخل، ولا قدر الله لو في اي مشكلة ممكن ابقى احط الايه مضاد السموم. دي كانت حلقة النهاردة، دفوا على فراخكم وظبطوا الدنيا. اشوفكم بكرة على خير، مع السلامة.